يا صباح السعادة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو عندك شوية أجنحة فراخ في الفريزر ومش عارفة تعملي بيهم ايه فيلا حالا خرجيهم. هنعمل صينية بطاطس بأجنحة الفراخ، قد ايه طريقتها سهلة والطعم حكاية. الوصفة دي مش بس تنفع بالأجنحة، عادي جدا تستخدمي فرخة كاملة أو أوراك أو صدور، أي حاجة عندك هتنفع. لو أول مرة بقى بتشوفوني، أنا رنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات وتقولولي بتتابعوني من أي بلد. في بولة يا بنات هنزل ببصلتين متقطعين شرائح، ممكن تقطعيهم بالسكينة أو تبشريهم حسب رغبتك. 3 فصوص من التوم هفرمهم ناعم. أما بقى بالنسبة للتوابل اللي هستخدمها في الوصفة دي فهتكون عبارة عن معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، قد ايه الكزبرة بتديها طعم وريحة تحفة. الملح حسب الكمية اللي انتوا مستخدمينها. 3 معالق من الزيت. ورق لورا، عصير ليمونة. وال3 معالق زيت يا بنات، هي دي كل كمية الزيت اللي احنا هنستخدمها في الوصفة. لو موجود عندك هريسة شطة استخدمي معلقة، مش موجودة يبقى خلاص. وكوباية من عصير الطماطم. السر بقى اللي يعني التكة كده يا بنات، ان انت تفركي كل الحاجات دي كده او تلخبطي كل الحاجات دي مع بعضها كويس قوي. هاتي بقى أجنحة الفراخ غسلينها كويس جدا ومتصفية. هنبدأ ان احنا نتبلها في التتبيلة او في الخلطة اللي احنا لسه مجهزينها. يا سلام بقى، كل ما هتسيبي الأجنحة في التتبيلة دي أكتر كل ما طعمها وريحتها هتكون أحلى وأحلى. ممكن بقى نص ساعة، ساعة، ساعتين، تعمليها من بالليل وتسيبيها في التلاجة حسب بقى الوقت اللي قدامك. أنا سبتها عن نفسي نص ساعة كده عشان خاطر بس وقت التصوير. في طاسة هنزل بكمية من البطاطس مقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه، اعملي الكمية اللي انتوا عايزينها حسب بقى عدد أفراد أسرتكم. فلفل ألوان لو موجود عندك، مش موجود عندك يبقى استخدمي شطة خضراء هتكفي بالغرض. ننزل بقى بالأجنحة مع الخلطة ونبدأ ان احنا نرصها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وزي ما قلتلك، ينفع تستخدمي فرخة كاملة أو أوراك أو صدور، أي حاجة موجودة عندك هتنفع. اعمليها بنفس الخطوات اللي أنا عملتها وبنفس الطريقة. تبليها برضو في الخلطة، هيبقى طعمها وريحتها تحفة، وقد ايه الفراخ هتكون مستوية ويعني تكون طرية كده من جوه وتحفة. دخلتها بقى الفرن يكون سخن كويس، باطفي من فوق وبشغل من تحت بس، لو عندك غطا غطي الصينية أو ورقة فويل. وبعد ما تستوي تماما حسب التسوية اللي انتوا حابينها، شغلي الشواية واديها لون من فوق وتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه. قد ايه ريحتها تحفة وطعمها فعلا مميز، يستحق ان انتوا تجربوه. مع عيش بقى، مع رز، مع رقاق فلاحي زي ما تحبوا، عود جرجير كده في رقاق طري. كنت عاملة في اليوم ده رقاق طري مع قطعة من البطاطس وقطعة كده من الأجنحة، طعمها مميز جدا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم ووصفاتي تكون خفيفة كده على قلبكم. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.